السلام عليكم. إلا كنتم من المتابعين الجدد ديال القناة ما تبخلوش بزر الاشتراك والإعجاب فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. يضغط الدولي المغربي حكيم زياش متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم على إدارة فريقه من أجل الرحيل بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ما ظل حبيس دكة البدلاء لفترة طويلة دون أن يأخذ فرصته مع المدرب غراهام بوتر ومن قبل مع الألماني توماس توخيل. وأكدت تقارير إعلامية إنجليزية أن زياش طالب مسؤولي الفريق الأزرق بالمساعدة ديالو على تغيير الأجواء بداية من الميركاتو المقبل، خاصة أن وكيل أعماله دخل في اتصالات متقدمة مع بعض الأندية الراغبة في التعاقد معه. ووضحت المصادر نفسها أن نادي ميلان الإيطالي يبقى من الأندية الأكثر اهتماما بخدمات زياش، كما أن بعض مسؤولي الفريق الإيطالي يسعون إلى عقد اجتماع مع إدارة الفريق اللندني خلال الأيام القليلة المقبلة للحسم في صفقة اللاعب المغربي. وأفادت نفس المصادر بأن زياش أخبر مسؤولي تشيلسي برغبته في لعب دقائق أكثر، وهو ما لم يجد، الأمر الذي اضطره إلى التفكير في الرحيل بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ويشار إلى أن العقد الذي يجمع الدولي المغربي حكيم زياش بنادي تشيلسي الإنجليزي يمتد إلى غاية صيف سنة 2025.